عايزك ما تشوفش خير من بعدي. اخوف نفسي اكتر، مش قادر امشي دلوقتي او مش قادر انهي الصداقة دلوقتي. يعني تقولي لنفسك فوقي. الظاهر بتاعه ان هو سلبي، ولكن النتائج بتاعته هتكون ايجابية. لازم نشغل السنسور. انت مش هينفع تستمري في العلاقة دي. دينا، ازيك يا سعاد؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده. فيها يعني كلام كتير، واحنا حابين نسمعك، وانت دايما بتبهرينا بآرائك. فالنهارده بقى عايزين نتكلم عن نقطه تحول. كل الناس عندها نقط تحول، بس بالنسبه لدينا عايزين نعرف منها ايه نقط التحول اللي بتختلف بقى في حياه دينا، في حياه سعاد، في حياه غيرها. يعني جاتلك منين بقى الدنيا دي؟ بصي، نقطة التحول دي بالنسبة لي زي بنتي كده، حاجة أنا بحلم إن أنا أعملها بقالي كتير، لأن أنا بقالي فترة حياتي فيها تغيرات كتير قوي بتحصل. فدايما كل ما أحاول إن أنا أبقى عايزة كريت ورشة عمل، فألاقي كلمة التغيير طرقت على دماغي، كلمة الخوف، كلمة الانتقال من حال لحال. فدايما التيرنينج بوينت بتلعب في حياتي كده ايه لعبة. وانا شخص بطبيعة حالي يعني بقعد افكر في الاشياء. لما الاقي الحاجة بتتكرر عليا كتير كده احس ان هي في رسالة جاية لي، حاجة عايزة تتقلي، في حاجة المفروض ان انا اقوم اعملها. ف نقطة تحول هي ورشة عمل. لحد دلوقتي إن شاء الله هشتغل عليها أكتر، إنها تكون كورس كامل أو برنامج يعني للناس إزاي تعرف إنها تغير من نفسها في فترة زمنية معينة. هيتحط لهم برنامج محدد بأسلوب معين، وهيبقى فيه طبعا معايا زمايلي يساعدوني في إن احنا نوصل للناس الأفكار اللي تساعدهم على التغيير. نقطة التحول بالنسبة لي هي فكرة أنا أمنت بيها ويعني إن شاء الله بإذن الله بحاول إن أنا أحققها، علشان خاطر أنا فعلا حتة التغيير دي لعبت في حياتي دور مهم جدا. أنا كل حياتي فيها نقطة تحول، فأنا شايفة إن أنا زي ما ربنا كرمني واستفدت من الحتة دي، أنا حابة جدا إن أنا أفيد غيري، لأن هي فعلا نقطة بتفصل في حياتك في كل حاجة. عايزة أعرف منك، نقطة تحول بتيجي للشخص من خلال المواقف الوحشة ولا المواقف الحلوة؟ الاتنين ممكن يحصل لك تحول من خلالهم. اوقات ربنا بيبقى مدينا الاذن بالتغيير بالطريقة الصعبة او بالطريقة السهلة، فاحنا دايما بنطلب من ربنا ان احنا نتغير بالسهل مش بالصعب. ولكن في واحد ما بيقومش من مكانه ويقرر ان هو يتغير غير بالطريقة الصعبة، ودي بتبقى طريقة إيجابية جدا وبتجيب نتائج حلوة جدا وربنا بيكرمنا فيها جدا. ولكن السهل والصعب، النجاح والفشل بيغير البني آدمين، ولكن ممكن تكون في طريقة أقوى من طريقة. طيب، هنبتدي بقى نقطة تحول، هنقسمهم نقط. أول نقطة عايزين نتكلم فيها في علاقات الجواز. هل فكرة إن الشخص بيبقى خايف إن هو يفقد شريك حياته، أيا كان بقى راجل أو ست، ده بيأثر إزاي في نقطة التحول في العلاقات؟ هو لو هو قرر ان هو يفقد الشريك، يبقى اذن هو مش مرتاح، فالخطوة دي محتاجة تغيير. والمشاكل الكتير والخلافات وعدم توافق في الرأي دايما ما بين الزوجين، هو ده اللي بيعمل نقطة التحول، اللي بتبقى من خلالها انت عندك دايما رغبة ملحة جواكي بتقولك انت مش هينفع تستمري في العلاقة دي، او بالنسبة للراجل انت لازم تنفصل عن الحياة دي. اوقات بقى بنقعد نقول لأ، البيت، الولاد، العشرة، حاجات بتراود افكارنا كده، ولكن بتفضل برضو في حاجة في الخلفية عمالة تقولك أنا مش قادرة، أنا لازم أمشي، أنا عايزة أبعد، أنا مش هقدر أستمر في الحياة دي. وهنا بتبقى بداية التغيير، إن انتي تبتدي تسمعي للأصوات دي. قدرتي تغيري أتوقع إن انتي حياتك هتتظبط بنسبة كبيرة جدا، حتى لو كان التغيير ده سلبي. يعني حتى لو التغيير ده كان بالانفصال، فهو هيكون حاجة إيجابية.
الظاهر بتاعه ان هو سلبي، ولكن النتائج بتاعته هتكون ايجابية. قمت غيرت وانفصلت، فوارد ان التغيير ده يحصل من خلاله تغيير تاني، اللي هو ايه؟ ان مثلا الزوجين يتربوا او يتعلموا الادب مثلا، او يعرفوا قيمة بعض، او كل واحد فيهم يروح يدخل في علاقات تانية فيعرف ان العلاقة اللي هي كانت موجودة دي كانت انسب علاقة موجودة. فده برضو حاجة ايجابية. او بان هما خلاص الحياة تكون بينهم خلصت وامورنا طيبة، وكل واحد بيشوف حياته بعد كده بتمشي ازاي. ده في ناس اصلا بتنفصل، وبعد ما تنفصل يحصل جواز تاني، وبعد كده يرجعوا ينفصلوا ويرجعوا للعلاقة الأولانية اللي كانوا فيها. ده جدا، ده اه. بيحصل كتير جدا الموضوع ده. لان عادة الجوازة الأولانية دي يعني، أو الارتباط الأولاني وانتي صغيرة، بيبقى هو جاي من يا إما عاطفة جامدة جدا، او ان انتي شخص مثلا قابلتي حد مناسب فقررت ان انتي تتجوزيه. ولكن بعد كده بيحصل بقى ان انتي بتبقى في حاجات تانية، انتي لا انا عايزة اهتمام، انا عايزة مادة، انا عايز ست حلوة، انا عايز معرفش دلوقتي الستات بقت بتعمل ايه في نفسها، الحياة فيها تطلعات، فتبتدي انتي تتمردي على الحياة اللي انتي فيها. بس بعد بقى ما بتقعدي وتهدي وتقومي تغيري وتحسي ان انتي في التغيير ده ما كانش في حد جبرك على العلاقة دي، طبعا وارد جدا ان انت ترجعي للشخص الاولاني، لان هو في الاول وفي الاخر ده هو ده ال ال النعمة اللي ربنا اداهالك. لان قصة المودة والرحمة انها تتوجد ما بين اتنين عاشوا فترة طويلة مع بعض، ولكن حصل خلاف بينهم في وقت من حياتهم، ده بعتقد ان دي بتبقى كده ايه يعني سحابة صيف وبتمشي. وفي ناس ما بترجعش. في علاقات الطرفين بيخافوا يواجهوا بعض. مم. هل الخوف من المواجهة ما بين الطرفين بيوقف العلاقة مكانها، ما بيخليهاش فيها أي نوع من أنواع نقاط التحول؟ طبعا، ما علاقة ما فيهاش مواجهة اذا هي علاقة فيها خوف. خوف اساسا من ان انا اعبر عن نفسي، يعني اذا دي علاقة غير صحية. فهو طبعا لازم انا مع الوقت هبتدي اعاني، وهبتدي اكتئب، وابتدي انهار، لان انا مش قادرة اشرح نفسي في جملة. فالحل هنا ان انا لما يعني استخدم الخوف بتاع ان انا مش قادرة اواجه اللي قدامي او اخش معاه في نقاش، ان دي طبعا علامة ان انا لازم اتوقف عن العلاقة دي فورا، لازم اعيد بنائها من الاول وجديد. طب لو العلاقة محتاجة إن هي تستمر، فحلها إيه؟ ما هي تستمر لو فيها لسه مساحة للاستمرار. لكن هي لو هي مكملة، لو هي العلاقة مكملة بصمتي، فده تكملة زائفة. هو العلاقة الصحية بتكمل والاتنين بيتكلموا، الاتنين بيعبروا، الاتنين بيطلبوا، الاتنين عايزين. لكن حد ساكت علشان خايف يقول ان هو تعبان، فده ممكن يغير شكل العلاقة. انا بشوف ان دي علاقة مش صحية ومش هتفيدني، بالعكس هتضرني. نقطة التحول فيها هي الانفصال. نقطة التحول فيها ان انتي تبتدي تتكلمي وتعبري عن نفسك، وتقولي كل الحاجات اللي تعباكي، او تقولي كل الحاجات اللي انتي مش راضية عنها. وحتى لو كان اللي هيحصل نتيجة ان انتي عبرتي عن نفسك ان هيحصل انفصال، يبقى اعتقد ان ده تغيير ايجابي جدا في العلاقة، مش سلبي ابدا. ننقل بقى، نسيبنا من الجواز نروح للصداقة. يلا بينا. ليه أوقات الخوف من الخيانة بيخلينا ننهي الصداقة؟ ممكن بتعتمد على الشخص. في شخص شكاك بطبيعة حاله، هو بيشك في كل الناس انها هتخونه، وان هي هتأذيه او هتخذله. وفي شخص فعلا اتخان من الاشخاص دي، فهو واخد حذره، ولكن هو حابب ان هو يكمل في العلاقة او يستمر في يعني التعامل معاهم. او ممكن يكون مش قادر ينهي العلاقة، يعني مكسوف يقول مش عايز اكمل، ولكن هو قاعد طول الوقت منتظر ان يحصل له خذلان مرة تانية من العلاقة دي. بس دايما اللي بيتوقع حاجة بتجيله. ما انا بقولك
احنا بنقسمها لحاجتين، ان انا ممكن اكون دخلت في علاقة مع صديق، الصديق ده خذلني قبل كده او خاني قبل كده، فانا كده بقى عندي باد هيستوري، فانا عايزه اكمل معاه، او مش قادر امشي دلوقتي، او مش قادر انهي الصداقه دلوقتي. ممكن يكون في بينا شراكه، ممكن يكون في بينا عيش وملح، ممكن يكون في بينا ود، ممكن اكون انا مكسوفه اقول له ان انا مش قادر اكمل. فده بيخليك انتي قاعده مستنيه الضربه التانية حتى لو مش هتحصل. وفي شخص شكاك بطبيعة حاله، يعني هو شاكك في كل الناس انها بتخونه، شاكك في كل الناس انها هتخذله. في نقطة تحول جامدة جدا، فكرة ان بيبقى في اصدقاء بيخافوا يواجهوا اصحابهم بحاجة مضايقاهم، وفي اصدقاء بيواجهوا. اني الاحسن واني اللي نقطة التحول في العلاقة بتبقى احسن واكتر؟ على مستوى الصداقة او مستوى الارتباط او مستوى الاباء والابناء، اي علاقة فيها مواجهة اكيد 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 الناتج بتاعها هيكون ايجابي 100%، حتى لو كان الناتج انقطاع العلاقة. ولكن انا بشوف ان انا طالما انا مش خايف اواجه، اذا انا بني ادم عايز العلاقة دي تمشي في اطار سليم. لو الطرف اللي معايا مش حابب المواجهة دي، اذا يبقى كده في حاجة غلط واحنا لازم نعمل ستوب. يعني لما يبقى اللي قدامي بواجهه بحاجة مضايقاني وهو يحس بينكرها بقى، بيقلب الترابيزة، يقولك انت ازاي اصلا بتقولي لي كده، انت مش مسموح اصلا ان انت تتكلمي معايا بالطريقة دي. كل الاجابات دي بالنسبة لي ايجابية، لان هي بتديني ريفرنس ان العلاقة دي لازم تقف، وشكوكي في محلها او ظنوني في محلها. في نقطة تحول بقى جديدة، ازاي اتعامل مع خوفي من الفقدان، اذا كان بقى صديق، حبيب، ايا كان الفقدان بشكل عام. بصي، هو الفقدان يعني ايه؟ انا دايما بشوف ان هو حاجة مش بايدي، حتى لو ما كانش هو الموت. الموت طبعا دي حاجة بره سيطرتنا تماما، ولكن في ناس انتي بتفقديهم وهم عايشين، وبتتوجع قوي لما بتفقديهم. الحاجة الوحيدة اللي تخليكي تصبري على الفقد ده، ان انتي تعملي نقطة تحول مع نفسك. يعني تقولي لنفسك فوقي، لو كان ربنا شايف ان العلاقة دي هتكون دعمة ليكي، خير ليكي، فيها سعادة ليكي، فيها راحة، فيها رزق، فيها خير، أكيد كانت استمرت. أنا عارفة إن الكلام سهل، ولكن هو نقطة التحول الوحيدة في الحتة دي إن أنت لازم تكوني متصلة بنفسك، ولازم تكوني متصلة بربنا عشان تتحملي النوع ده من الفقد، لأن الفقد من أصعب الآلام اللي البني آدم ممكن يمر بيها، لأن هو إلى حد كبير متجدد، بيتجدد يعني بتلاقيه بيتجدد مع المكان، مع الشارع، مع الريحة، مع الأكلة. فمن وقت للتاني بتفتكري حاجات فبتحسي بألم. بس حقيقي في حاجة كده يعني كل الناس بتسأل فيها، فكرة ان الواحد بيتألم قوي من فقد الشخص الحي اكتر من الشخص الميت. بيحصل لهم تشوك. لا، هي مش تشك، هي حالة من السيطرة أكتر من إن هي تشك. لأن الشخص لما بيموت خلاص يعني مات، أنا مش هعرف أسيطر على واحد ميت. حتى لو أنا مش قابل فكرة موته، وبدخل بقى في حالات نفسية، وبيحصل لي اكتئاب، بيحصل لي أمراض كتير، يعني ربنا يعافي الناس كلها، فده موضوع. لكن الفقد وأنا الشخص عايش، لا، أنا عايزك ما تشوفش خير من بعدي، عايزك تسف التراب واشوفك وانت بتسفه كده واقعد اقول يا سلام يا رب يسف تاني. ده بيعمل لي حالة كده من ايه، شعور ياه انا كده تمام قوي، انا كده حاسس ان ايه، هو سابني او انا فقدته ولكن هو بقى في اوحش حالة ممكن بني ادم يوصل لها. فده بيشعرني انا بنوع من انواع اللي هو ايه، انا كده خلاص مش عايز حاجة. لكن الرضا في الفقد لا، لازم يعني لو انت بني ادم عندك رضا هترضي بقضاء الله، وحتى لو كانت النهاية ان الشخص مات، او هرضى بقضاء الله ان مثلا الشخص ده راح اتجوز واحدة تانية مثلا.
طب ننقل مرحلة جديدة، مرحلة الشغل. ازاي دايما فكرة ان انا دايما بتأثر ان انا ممكن افقد مكانتي، او ان انا مش هعلى، او ان انا مش هترقى، او ان انا المفروض كنت انا اخد البوزيشن ده بس حد تاني اللي خده. فالحاجات دي كلها هتعامل معاها بصي، ازاي؟ مشاكل الكارير دي انا بشوفها اكتر من مشاكل العلاقات، لان هي دايما بتيجي بشكل مختلف خالص، يعني unexpected. بتلاقي كده اللي هو ايه، الضربة انا مش عارف جايلي منين وازاي وهعمل ايه، وبعدين ده اكل عيش وفلوس وموضوع كبير. انا مش بس يعني الموضوع ده مش بس يخصني انا، يعني مثلا في علاقتك بشريك حياة هو الموضوع يخصك انتي، لكن الناس اللي في الكارير لا، هو عنده زوجة وأولاد، ولو مثلا لا قدر الله حصل مشكلة واترفض، هتقول له طب وهناكل ازاي وهنعيش ازاي والاقساط التعامل بقى في الكارير بيبقى مختلف خالص عن التعامل في العلاقات. ليه؟ لأن احنا هنا في الكارير لازم نشغل السنسور. يعني ايه السنسور؟ لا انا هقعد اطبل لمديري طول الوقت فانا يتقال عليا ان انا موظف مطبلاتي، ولا هينفع برضو ان انا اكون شخص مسلوب الارادة او ما عنديش قرار، لان ده هيخليني اتأخر انا في ترقيتي، او ان انا اكون اروح في مكان احسن او في مكان اعلى. ولا هينفع ان انا ادخل مثلا على المدير اقول له انت راجل ظالم وانا مش مسامحك. هنا بنحتاج ان الموظف يكون واخد تدريبات معينة بشكل معين، يعرف يهندل بيها زمام اموره. وساعتها الخوف هنا ما بيبقاش بالشكل بتاع العلاقات او بشكل تغيير حياتك او اللايف ستايل بتاعك، او يعني لا، الخوف هنا بنستخدمه بس بنستخدمه بشكل تاني، ب ب ب ب بحيلة تانية، علشان خاطر يديكي ال النتيجة اللي انتي يعني ايه اللي هي هتنفعك، بس هتنفعك. بنبقى دايما عايزين نعمل للموظف حالة كده ايه، فريزنج. يعني لو انت دلوقتي انا قدامي اوبشن ان انا هغير، فلو قمت غيرت هترفض او اقبل الوضع ده، هنقول له اقبل الوضع ده. من نقط التحول في العلاقات ما بين الأشخاص في الشغل، هل الخوف من المنافسة ممكن يقلب الموضوع العداوة؟ بص يا سعاد، هو دايما كل حاجة ليها وجهين، زي العملة كده، ملك وكتابة. فأنا لو خفت إن اللي قدامي هياخد منصبي أو هياخد رزقي أو هياخد المكانة بتاعتي، فابتديت أحاربه وابتديت أذيه في شغله وابتديت ألعب له على نفسيته، أنا شايفة إن ده خوف يعني خوف سلبي، ده مش مطلوب، ومش هو ده اللي هيعمل لك نقطة التحول اللي احنا عايزينها. هو هيعمل لك نقطة تحول ولكن هتكون سلبية جدا. لكن لو بصينا للوجه تاني بالعملة، لو انا خايف ان انا شايف اللي قصادي اشطر مني انجح مني، فهو ممكن ياخد مكان عني، او هو ممكن يكون في منصب انا نفسي اوصله، اشتغل على حالي، اشتغل على نفسي، اسعى وركز في نفسي. طول ما انا بص على نفسي انا مرتاح، طول ما انا بص على نفسي انا مرتاح. ولكن في الاشغال بالذات المنافسة مطلوبة، ولكن تكون زي ما بيقولوا كده منافسة شريفة. صح. نفسيني اغير منك، مش اقلدك وادمرك، لا اقلدك وممكن اعلى عليكي كمان، بس في اطار يكون ان انا مش قاصد ان انا اذيكي، او ان انا اكون عايزه اخد حاجه مش بتاعتي. لا، اشتغل على نفسي انا، يعني اخد جمالك، الله هي جميله ليه انا كمان ما بقاش جميله، ودي حاجه ايجابيه جدا وصحيه جدا. لكن خفت ان انتي توصلي لحاجه انا مش هعرف اوصل لها، ففضلت اخوف نفسي اكتر عشان يبقى كل حقد وكل ضغينه وكل منافسه غير شريفه، لا، ما دي بتبقى حاجه يعني
بتدمر كتير قوي من الناس. صح. وبتلاقي الشخص ده هو اول واحد مشي لعلمك. ما هو النفوس السوداء بتودي الناس ده في حته ده. يعني بتلاقيه هو سبحان الله ما بقاش موجود. وطبعا دينا عشان خاطر دايما بتدورها في دماغنا، فكنا لازم نعرف ازاي ممكن تدورها في دماغكم. فيعني شكرا جدا يا دينا. شكرا يا سعاد. وانا اتبسطت والله. وانا كمان جدا والله، كان يوم حلو قوي. لا والله بعيدا عن اي حاجه انا بجد بيعجبني كلامك. وانا بحب اخراجك وبحب طريقتك وبحب ان انتي بتقعدي تنكشي فيا كده عشان تطلعي فيا كل الحاجات اللي انا نفسي اطلعها وببقى مكسوفه اطلعها. شكرا لا. يا سعاد. انت ما بتتكسفيش يا دينا، انت بتكسف بس شويه شويه اوقات. دينا بتتكسف بس هتدورها في دماغكم. بحبك.